گهداری هیوی اف ام سلاوریز از خیتام یوسف هروش دگوشای زانیارین و شرطی ده و لسر پیلن هیوی اف ام هول بدن گو ام زانیارین بهتر لسر هنک شنوارن لدورا کردی جورا رونی بکن. خلقا ما ایرو تکوشای زانیارین و شرطی ده هنک زانیاره لسر دبستانا سریانه ده واره و بره کارمندن دوی دبستانه ده شوارا خالن طاري لسر ديروكا آواكرناوي زلال بكن. المبنى هاي مدرسة الدجلة الخاصة، سابقا كان اسمها مدرسة السريان، تأسست في عام 1960 وكان البناء ترابي من الدرجة الأولى، ترابي، ثم تطور مع الزمن إلى أن أصبح على هذا الشكل إسمنتي. هو كانت مدرسة ترابية، عدد الشعب فيها كانوا لا يتجاوز 6 شعب، صفية، كانت تبدأ من الصف الأول للصف السادس، بعدين اتطورت تحولت من التراب إلى إسمنت، وهلا حاليا من الصف التحضيري لصف التاسع. عندنا 12 شعبة صفية من الصف التحضيري لصف التاسع. المدرسة تحوي من كل الأطياف في المنطقة، تحوي مسيحيين وتحوي أكراد وتحوي عربا من كل الأصناف. الطيف الموجود هون في المالكية كله موجود فيها. النظام التدريسي نفس نظام التدريسي تبع وزارة التربية، يعني المنهاج هو إضافة له اللغة الطقسية اللي هي اللغة السريانية لطلاب الصفوف من الصف التحضيري لصف الثامن. الهدف منها تعليم الطلاب ومتابعة علمهم بشكل جيد. طلع نخبة قوية جدا، يعني نحن على مستوى الشهادة عندنا مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية، يعني صف التاسع. بدأت حلقة التعليم الأساسي صف التاسع من 2005. طبعا بال 2006 كان عندنا نسبة النجاح 100%، وإحدى الطالبات حققوا العلامة التامة اللي هي 310 من 310. رجعنا بالسنة 2011 كمان نسبة النجاح 100%. في 2010 كمان حققنا نسبة نجاح 100%، وكان في أحد الطلاب متفوقين حصل على 310 من 310. عم يدرسوا هلا، لسه ما خلصوا، في دكاترة وفي مهندسين وفي طلاب، خاصة هلا بال 2014 دورة 2014 طلع من المدرسة نسبة كويسة من الطلاب دخلوا طب بأنواعه وصيدلة وهندسات كمان. عدد الشعب أو الغرف في المدرسة هن 17 غرفة، 12 شعبة صفية، هدول مشغولين للطلاب، الباقي إداريين بين غرفة مدير وغرفة مدرسين وغرفة أمانة سر وغرفة توجيه، إضافة إلى المخبر وغرفة المعلوماتية. وطبعا المبنى يتألف من طابقين، طابق أرضي وطابق علوي، يعني طابقين. الطابق العلوي خاص لحلقة التعليم الأساسي الحلقة الثانية، يعني من الصف الخامس للتاسع. أما الطابق الأرضي خاص للحلقة الأولى من التحضيري للصف الرابع. المدرسة يوم اللي تأسست كانت باسم المحامي يوسف إبراهيم، وما زال موجود في مدينة المالكية. بعدين انقلبت، بعدين هو اعتذر، قام المجلس حط في اسم مدرس آخر اسمه عماد حنا.